مصدر فوائد ليس فقط لإثيوبيا وإنما أيضا للدول المحيطة بها. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع اللجنة الوزارية العليا لمياه النيل سد النهضة في أثيوبيا يمكن أن يكون مصدر عندها فائض زائد في المياه، مياه الأمطار فيها ضخم جدا، وبيجي لغرض آخر وهو توليد الطاقة، توليد الكهرباء لها وللدول المحيطة، وده هدف احنا نعتقد انه ضروري. المصيبة الكبرى وخطر على الأمن القومي وما الذي يفعله مرسي وفضيحة الفضائح، والآن فجأة أصبح في مصلحة الجميع. النهضة كان تناولا عبثيا فضائحيا تعبيرك أنت، لأنه عندما ليس تعبيرا، أنا أنقل ما كان يقال. زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا جبنا سلاح مش عارف، كان كلاما يعني كلاما نحن نتحدث عن المشروع نفسه يا أستاذ سليمان. أنا الآن أتحدث عن المشروع نفسه يعني. لأنه الوقت كان هناك في أيام الدكتور مرسي تعامل زي ما حضرتك مع الموضوع غير جاد. الآن هناك حكومة إلى المعنيين في أثيوبيا وجرى كلام بين الأطراف المختلفة، كلام أقل ما يوصف بأنه كلام مس الملف. تجد فرق بين رئيس لم يكن يعني أو لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل أو يقول، وبين حكومة. مهم أن يكون لديهم حاشية تعتبر محمد مرسي والإسلام السياسي هم مستودع الشرور لكي يتمتعوا بحالة ملائكية، وبينما الآخرون يعني هم كل الآثام وكل الشرور وكل الأخطاء. أنا الآن بأتحدث عن موقف من بناء سد، هذا هو مضمون سؤالك. نعم. هؤلاء يسكت عن بدء اثيوبيا تحويل مجرى النيل. صور الامر كانه خطر كبير على مصلحه مصر. عظيم. الان هم الذين كان قبل شهور جريمه ومؤامره على مصر، الان هم متوافقون. انا لا افهم السيد يعني ان الراجل بيقول لك يعني ايه فائض زايد؟ هل هناك فائض بالنقص؟ يعني زياده في الفائض. يعني ركاكه يعني. وبالتالي يريدون الطيران أو التحليق بهذه الطائرة، وبالتالي هم يتخبطون وينسون ما كانوا ضده وهم الآن معه. ولكن المسألة كلها دخلت في إطار المناكفات والمزايدات السياسية. الأستاذ سليمان كان يقول الآن هناك حكومة تتعامل بجدية. هذه الحكومة قادمة عبر إرادة شعبية حقيقية اختارها الناس. لا بغض النظر عن ذلك، ولكن كيف تعاملها الآن؟ ليس جاد. لا يعرف كيف يقيم تفاوض أو يدخل في تفاوض جاد مع الحكومة الإثيوبية بحيث يمكن تقليل أخطار هذا السد. أتحدث في لا يقدم خطابا سياسيا أو حتى علميا للتعاون مع قضية السد. طيب